مريم عطوش أي تعلي ستقودنا للتعرف على أول طالبة جزائرية افتكت جائزة قيمة من بين المراتب الأولى في مسابقة أورو الأمريكية في علوم الطيران والدراسة الفضائية المنعقدة بباريس مؤخرا. نتابع. مزاري خولة طالبة سنة أولى ماستر في تخصص علوم الطيران والدراسات الفضائية بجامعة سعد دحلب البليدة. حبها وشغفها لهذا الميدان منذ الصغر، وولوجها إلى هذا المجال لم يكن وليد الصدفة، بل كان عن اقتناع وتخطيط مسبق. بدايتي كانت عن قناعة وعن حب. كان اختياري الأول ما بين اختيارات الجامعة أن أنضم إلى هذا المعهد، والحمد لله وفقت في ذلك. أعتقد أن حلم الجميع منذ الصغر أن يحلق عاليا في السماء، وقد عملت بجهد أن أحقق هذا الحلم وأن لا يصبح مجرد حلم بسيط، حتى حصلت على علامة ممتازة في شهادة البكالوريا، وبهذا تمكنت من الدخول إلى هنا. افتكاكها لجائزة قيمة وترتيب من بين الخمسة الأوائل في مسابقة أيروسبايس بهذا الحجم الكبير، والتي ضمت طلبة من الولايات المتحدة الأمريكية وجل البلدان الأوروبية. هذه المنافسة هي يوزر ستودنت أورد، جاء إلى تقديمها هنا ممثل من الرولز رويس أدريان رونات، كان قدمها في 25 من أبريل 2017. كانت الفكرة في الأول أن تعطي فكرة جديدة عن التكنولوجيا، شيء تريد أن تطوره وقد توضح فكرتك في صفحة واحدة. المرحلة الثانية كانت وهي الأصعب، فقد كانت شهرين تقريبا كل يوم ليلة بيضاء، وأنا أحذر من أجل ذلك المشروع، إلى جانب الاستيقاظ بعد الليلة البيضاء، الاستيقاظ بكرا للذهاب إلى إير ألجيري. ساعدني عمالها كثيرا في بعض البحوث وبعض الأسئلة، ووضحوا لي الفكرة أكثر. المرحلة الثانية تتسم في تقديم 11 صفحة عن جميع الحلول التكنولوجية الممكنة عن الموضوع، وهو Digitalization and Cost Reduction. طبيعة المشروع التي شاركت به خولة في المسابقة تقني محض يزيد في أمانة الطائرة. وقد كانت فكرتي هي سيركوي في الجديدة في الطائرة، سيركوي لزيادة الأمان في نسبة الطائرة، سيركوي إلكترونيك، والحمد لله أعجبتهم الفكرة. أتذكر أنهم أخبرونني أنني لم أشارك إلى اللحظة الأخيرة. أعتقد أنها كانت ساعة وتنتهي وقت المشاركة، لكنني أرسلت لهم. لم أكن مختارة، لكن حينما قرأوا ورقتي وقد كانت بالإنجليزية غيروا رأيهم تماما واختاروني. وحين تم اختياري ذهبت إلى باريس مرة أخرى للتكريم، وقد كانت الحفلة تحت عنوان User Thanksgiving Dinner 2017، وقد تم التكريم من قبل رئيس شركة الإيربوس ومن قبل رئيس شركة إير ألجيري أيضا، فقد ذهب معي إلى جانب ريكتور الجامعة ومديرة المعهد، ذهبوا أيضا معي الحمد لله. ستكون إن شاء الله قدوة لجميع طلاب معهد علم الطيران والدراسات الفضائية، كما أنني أتمنى أن تكون لها مزيدا من التألق في مسابقات أخرى إن شاء الله، وتألق في معهدنا كذلك إن شاء الله، وتكون كذلك قدوة لكل زملائها في هذا المعهد إن شاء الله. الفضل أنني وصلت لهذه المرحلة يعود بعد الله عز وجل إلى والدي. حقا في طريقي إلى هنا وجدت مساعدة كثيرة من قبل أناس شجعوني كثيرا، لكن لم يشجعني أحد كما شجعني والدي. كان هما كل شيء بالنسبة لي، وقدم تضحيات جبارة من أجلي. هكذا ترجمت مجهودات خولة بتتويج رفيع المستوى، على أمل أن يكون بداية لمسيرة مكللة بنجاحات أخرى وقدوة للطلبة الآخرين. فبارك الله فيك وفي معطائك يا خولة.